ليه ابنك مستواه العلمي مش عالي؟ أيوة. وتعملي مشكله في المدرسه. انا اعتقد دلوقتي بقوا بيعملوا العكس في المدارس، بيستدعوا اولياء الامور بيسالوه انه ليه ولادكم مش شاطرين، مع ان المفروض ده مش دوري، ده الدور الاساسي على المدرسه. خلينا بقى نتوقف عن دور المدرسه يا استاذه ميسون، لانه حضرتك اتكلمتي كلام جميل قوي عن اعداد الطفل في البيت من الام والاب وهو رايح اول يوم المدرسه او هو في بدايه المرحله الابتدائيه او الحضانه. دور المدرسه مهم جدا وفعال. ممكن مدرس يحببني في المدرسه دي وخليني من المتفوقين، ممكن مدرس يحبطني ويخلي حالتي النفسيه للأسوأ، وبالتالي مش هجيب الدرجات اللي انا عايزها، مش هوصل للنجاح المأمول، وده بيؤثر، بيعمل خلل في الشخصيه. دور المدرسه ودور المعلم واختيار المعلم الامين على الطالب من الصغر. بصي، المرحلة العمرية الأولانية دي من أخطر مراحل حياة الإنسان بصفة عامة. ليه؟ لأن هو بيبقى يكون وهو طفل صغير عنده يعني صندوق بيخزن بيخزن بيخزن، لما بيجي بيطلع المدرسة، بيدخل بقى المدرسة، بيبتدي يطلع المخزون بقى اللي عنده عشان يعرف يتعامل مع الحياة الخارجية. احنا دلوقتي لما هنتكلم المدرسة ليها كذا دور. أول حاجة هي ليها جانب تعليمي، ليها جانب تربوي، ليها جانب ترفيهي. الثلاث ادوار دول مع بعض لازم يكونوا في كل يوم موجودين في حياة الطفل. الطفل اللي بيبقى رايح بالنسبة له المدرس ده هو القدوة، فانا يعني هتعلم منه كل حاجه. بالنسبه له الشكل، اللبس، طريقه الكلام، طريقه نقل المعلومه. وكم من الناس للاسف الشديد وخصوصا في مراحل يعني بيبقى لسه مثلا في اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي، تلاقيه بيبقى يعني، وانا شفت مشاكل كده كتير، ان هو مش حابب يكمل في المدرسه. أيوة. مش عايز يروح المدرسه بسبب سوء فهم ما بينه وما بين الاستاذ او الاستاذه بتاعته. يعني انا نفسي برضه اوصل رساله لجميع المدرسين وخصوصا في المراحل العمريه الاولى، لان حياه الانسان كلها لحد ما ماتوا لو حتى قعد 100 سنه هي مبنيه على الخمس سنين، او كعلم النفس ما بيقول والرسول عليه الصلاه والسلام قال 8 سنين الاولى. ال8 سنين الاولى مؤثره في حياه الانسان جدا جدا لاخر يوم في حياته. فاما اني انا افهمه من البدايه يعني ايه وقت، يعني ايه نجاح، يعني ايه شخصيه، يعني ايه انت بتنمي ذاتك عن طريق دخولك المدرسه. ده دوري انا في البيت بعمله بشكل ما بنسبه 30% ولن يتجاوز 30%، لكن ال 70% دي على المدرسه وعلى المدرس وعلى المنهج الدراسي. ايه هي المفروض تكون عليه سمات المدرس اللي بيتعامل مع ابنائنا في المدرسه في المراحل خصوصا العمرية؟ في المراحل العمريه الاولى يعني. لازم يبقى صديق للطلبه بس في نفس الوقت ما يفقدش، يعني لازم يعود الطالب من صغره ان قيمه المعلم. ويعني وحدث ولا حرج لو انا عايزه اتكلم على قيمه المعلم وتدهور قيمه المعلم في نظر الابناء. يعني زمان كان عندنا المدرس يجي خلاص، يعني المدرس واقف في الكلاس. انما دلوقتي يعني للاسف الشديد انا بقى دي بوصي كل واحد ان ده دورك انت مش دور حد تاني. حتى لو انا في مدرسه عاديه، لو انا في مدرسه فيها بعض من المشكلات، دوري انا اول حاجه اكون صاحب الطلبه وفي نفس الوقت ليا وقاري، ليا هيبتي. صاحب الطلبه ازاي؟ والنهارده في تغيرات كتيره طرأت على المجتمع، ظاهره العنف، ظاهره يمكن مفيش علاقه الود والحب ما بين المدرس والطالب. ازاي نحل المشكله دي؟ لا ده احنا عشان نتكلم بقى في حل المشكله دي هنبتدي نتكلم على السياسه التعليميه، وهنبتدي نتكلم على مرتبات، سياسه الاجور والمرتبات بالنسبه للمدرسين ومشكله الدروس، يعني مشكله متشعبه جامد جدا. لا بعيدا عن المرتبات وبعيدا عن دروس الخصوصيه، دي مشكله فعلا في قائمه بعض بذاتها. من المدرسين، لكن خلينا مبادئ التعامل ما بين الطالب والمدرس. المدرس كمان لازم يكون قدوة ولازم طبعا يكون حريص على الطالب كأنه ابنه أو كأنه أخوه الصغير. إزاي نوصل لدي؟ لأنه في مدرسين عندهم برضو نوع من القسوة في التعامل مع الولاد، ممكن يعملوا لهم عقدة نفسية مدى الحياة. مدى الحياة. مش بس كمان كده، هي إن أنت إزاي تبقى أنت قدوة، عندك رسالة عايز توصلها. هل أنت واخد التعليم أو أنا مدرسة أنا واخداها مهنة ولا أنا واخداها إن هي رسالة؟ هي المدرس بالذات، المدرس، الطبيب، المهندس بالظبط، وخصوصا بقى لانه بيقعد في المدارس قد ايه؟ يعني من اول ما بيبتدي يدخل KG 1 مثلا لحد ما يخلص ثانويه عامه. شايفه التاثير شكله ايه؟ طبعا تأثير كبير طبعا جدا جدا جدا. الدور الأساسي فيه هو دور المدرس، ده رقم واحد. بعدين تيجي بقى السياسة بتاعت المدرسة نفسها وهي ماشية ازاي. لكن اختيار المدرس هو بيتوقف عليه كتير من الأمور في شخصية أبنائنا في المستقبل. عشان كده برضو مفروض إن وزارة التربية والتعليم
تضع قيود وضوابط لاختيار المدرسين. لا، وغير انها بس تختار، ابتدي بقى اعمل دورات تدريبيه لتنميه اعضاء هيئه التدريس اللي هم موجودين في المدارس. لان انا مش معقوله مثلا المدرس داخل النهارده مثلا سي 2014، طب المدرس ده بعد 20 سنه او 30 سنه او 10 سنين انت هتفضل على نفس ما انت عليه؟ الحياه بتتطور وبتتغير. لازم المدرس يتطور ويتغير وفقا للمتغيرات المجتمعيه اللي بيمر بيها. في حاجات يعني مثلا ما ينفعش دلوقتي المدرسين خلاص بقى في حاجه اسمها داتا شو، في حاجات تكنولوجيا كتيره جدا دخلت، ما ينفعش يفضل المدرس على ما هو عليه. ما انت لازم تفهم الطالب. يعني حضرتك بتقولي المدرس يحصل على دورات تدريبيه قبل ما التعامل مع التلميذ، وخاصه في المراحل العمريه الاولانيه. الاشياء اللي ممكن ياخدها في الدورات التدريبيه دي انت شايفه ايه من خلال دراستك للناحيه النفسيه يعني؟ تمام. اول حاجه لازم يبقى عارف خصائص كل مرحله. يعني انا دلوقتي مثلا بدرس ابتدائي، المرحله العمريه بتاعت ابتدائي هتبتدي هنقول في 6 سنين لحد مثلا 11 سنه او 12 سنه او 10 ايا كان. المرحله دي ليها خصائص في كافه حاجه، يعني ليها خصائص اجتماعيه، ليها خصائص جنسيه، ليها خصائص جسمانيه، يعني حاجات معينه بتتغير في الجسم. طب انا لو مش عارفه ان الطفل ده في السن ده التطور الطبيعي بتاعه الحركي، انه الاجتماعي، الجسمي، الجنسي، مش عارف ايه خصائص الحاجه دي، طب اتعامل معاها ازاي؟ يبقى انا لازم الف ب، انا داخل على اي مرحله. يبقى انا علماء النفس لما جم يقسموا حياتنا بصفه عامه كبشر، احنا عندنا مرحله طفوله مبكره، وبعدين متوسطه، وبعدين متاخره. مرحله الطفوله المبكره دي بتشمل مراحل الطفوله دي بتشمل الطفوله كلها. لما جم يقسموا الطالب في المراهقه برضه اخدوا مبكره، متوسطه، متاخره. فاحنا عندي كام مرحله؟ انا عندي 6 مراحل الطفل بيمر بيها من اول ما يتولد لحد ما يخلص لي ثانويه عامه. كل فتره من فترات حياته دي ليها خصائص معينه، ليها سمات معينه، ليها فكر معين، نمو عقلي. حتى يعني القدرات العقليه، المهارات بتاعه الانسان بتتطور. لو انا مدرس مش عارف ده، مش عارف الطفل عنده، يعني الطفل مثلا ما يقدرش يستوعب اكتر من معلومه في وقت قصير. أيوة. ما ينفعش تقعدي طفل قدامك تقولي له انت عندك مثلا الحصه مثلا مدتها 30 دقيقه، لا، لان انت كده بتطلبي حاجه فوق طاقته. أيوة. فالمفروض الحصه ما تزيدش عن 25 دقيقه، واخد مثلا ما بين الحصه والحصه 10 دقائق. أيوة. لان هو في طاقه عنده عايزه تخرج، لكن انا اطلب من الطفل يقعد كده، لا. فدي بتختلف. النمو العقلي بتاعه، النمو الاجتماعي، علاقته بالطلبه بتوعه، علاقته في البيت، غير بقى لو في مشاكل في البيت. كم زمان من تلاقي المدرس عارف مشاكل الطفل في البيت، ويستدعي الام والاب ويكلمهم معاه، اجتماع اولياء الامور بالظبط، ويكلموهم وبتاع. لكن احنا فين دلوقتي؟ يعني في حاجات للاسف الشديد بقت المدارس مع كتر عدد، يعني زياده عدد الطلاب، بقى في حاجات كتيره قوي مش قادره تقوم بواجبها اللي المفروض اصلا عليها. يعني لو قلنا يا دكتوره ميسون فيومي استاذه العلوم السلوكيه، حضرتك النهارده مسؤوله عن اعداد الطفل من الصغر مثلا، وعايزه توصلي رساله لوزير التربيه والتعليم، واحنا النهارده بنقول احنا في مرحله جديده في مصر من التخطيط والمشروعات العظيمه والانجاز، واهم هذه المشروعات صناعه المستقبل باجيال جديده سويه. ايه اهم من الاشياء اللي هتطلبيها النهارده من وزير التربيه والتعليم وفورا واحنا بنخطط لمستقبل افضل لاولاد مصر الصغيرين؟ لا، انا لو عايزه اتكلم بقى مع وزير التربيه والتعليم، يعني انا يعني عندي كلام كتير جدا اتخاذ قرارات فوريه في مجال التعليم. اول حاجه اني انا مش عايزه احشر عقل الطفل بكم المعلومات اللي انا شايفه اللي ملهاش لازمه. حقيقي صعب قوي ان طفل صغير انا عايزه اعلمه باللعب، عايزه اعلمه بالحب، عايزه اعلمه بالممارسه اللي بالعلاقات الاجتماعيه. يعني انا ليه ادول عندنا حصه دين بتقول كذا؟ لا، انا مش عايزه كده. انا عايزه مثلا ننزل نقعد في حته ان شاء الله في الجنينه، نتكلم مع بعض. ايه رايكم في السلوك ده؟ مثلا درس عن النظافه، طب ما ننزل في المدرسه في الجنينه تعمل كذا، نسوي كذا، بتاع ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول كذا، ده عندنا ايه بتقول كذا، ده عندنا ما اعرفش ايه. ايه رايكم في الحاجه دي؟ الحاجه العمليه لما بتطبق الطفل بترسخ في دماغه وما بينساهاش مدى حياته. لكن انا عماله اديله في معلومه في معلومه في معلومه في معلومه، ويجي في الامتحان تقييمي على الورقه اللي هو بيكتب فيها الامتحان، اما انها تبقى كويسه او مش كويسه. فطبعا لو انا حاجه هتكلم، احنا محتاجين تغيير السياسه التعليميه، محتاجين المدارس اللي كل همها وخصوصا الخاصه ازاي ازود المصاريف على الطالب. انا ما اعرفش ليه بعض المدارس الخاصه لما انا بدفع مثلا يعني مصاريف قد كده،
ويجي يقول لك لازم تدفعي 400 جنيه بوكلت. ايه هو البوكلت؟ كتاب خارجي المدرسه عاملاه. طب لما انت قادره تعملي كتاب يزود مهارات الطالب او يديله مثلا مزيد من التمارين التدريبيه، طب ما تعمليه عادي وتبقي انت مميزه في هذا. مش لازم الكلام ده من ضمن يساوي مناهج فلوس. الوزاره يعني بالظبط، يعني مش لازم ده يساوي فلوس، لان انت برضو مش عارفه تجيبي فلوس منين كمدرسه. انت عايزه بتلمي وبس. لا، هو انا مدخله اولادي عشان انا عايزاهم يتعلموا، مش عايزه اولادي يطلعوا. بتدفعي كتير، بتروحي كتير، لكن مخرجات العمليه التعليميه عندنا احنا يعني كاساتذه جامعه ممكن تلاقي بتعاني مع الطالب. انا بقول انا مش دوري في الجامعه اني انا اخد الطالب لسه هبتدي اديله قيم اخلاقيه، ابتدي اعلمه ازاي يكتب عربي، ازاي يقرا، لان دي مش تخصصي انا. انت المفروض واصل لي لمرحله عمريه انت مؤهل للجامعه، انا دوري ان انا ااهلك لسوق العمل. ايوه. فانت بتعاني حتى، يعني انت حتى لو هما في الجامعات بتعاني برضو من مشاكل بسبب سوء التخطيط، بسبب الاهداف اللي بنحطها. الطفل النهارده مش بصروش النهارده، احنا الطفل اللي داخل النهارده اولى ابتدائي 2014 هو الطفل اللي انا عايزه اشوفه 2020 او 2025 بالظبط. فانا بخطط ل 2025 مش بخطط النهارده، لان هو ده اللي هيطلع هيمسك البلد، هو ده اللي هيطلع يشتغل. ايه القيم والاخلاق والمبادئ انا عايزه اعوده واربيه على ايه؟ ده دور المدرسه جنب دور البيت، بس دور البيت صغير، دور المدرسه كبير. احنا دلوقتي بقينا عاكسين، ودي بقى رساله برضو نفسي اوجهها لجميع اولياء الامور. معلش يعني ويمكن كلامي هيضايق كتير، سيبوا ولادكم يعتمدوا على نفسهم. مفيش مشكله ان انا بنتي تروح اول شهر تجيب درجات قليله، بس انا ما ساعدتهاش، ده مجهودها هي. ابتدي بقى اعلمها يعني ايه قيمه النجاح، ازاي انك لازم تبقي ناجحه. انت ناجحه لنفسك مش ليا، انت بتنجحي او انت بتنجح علشان نفسك. انا مش هذاكر لك من ايه تو زد. لا، انت لو عايز مني حاجه مش فاهمه انا اشرح. لكن دلوقتي بتلاقي اولياء الامور اولادنا دخلوا المدرسه، اول ما يجوا من المدرسه قاعدين معاهم للساعه 10 بالليل، اكل شرب نايم ذاكري ده اعملي ده، ايه ده ايه ده، انا كده بعقده. انا كده مش هطلعه بيتحمل مسؤوليه نفسه. ده رقم واحد. لا، خليه يعتمد على نفسه، وبعدين لازم اظبط له وقته. انا ده كوليد امر لازم ابتدي اظبط وافهم ولادنا. يعني ما فيش دول المتقدمه قوي اللي احنا بنسمع عنها كلها، هي صدقيني والله ما طلعت وتقدمت الا بقيمه الوقت. لكن احنا عندنا التسويف. يعني دلوقتي مثلا ماما تعبانه مش قادره اذاكر، طب يا حبيبتي كمان نص ساعه. لا، ما فيش حاجه اسمها، انا لازم اعودها تنظيم الوقت. وبعدين في حاجه اسمها برمجه ذاتيه. يعني ايه برمجه ذاتيه؟ جسمك بيتبرمج على حاجات معينه. صاحيه في ميعاد، رايحه المدرسه في ميعاد، رجعتي في ميعاد، بتتغدي في ميعاد، بتريحي بتاخدي الريست بتاعك في ميعاد، هتتغدي في ميعاد، هتبداي مذاكره. بس دي الحياه كده بقت روتينيه لا خالص. عارفه لو انت عملتيها وبقى حضرتك نسيتي نقطه مهمه جدا. انت اتكلمتي عن نقطه ممارسه الانشطه. ممارسه الانشطه بتحبب الانسان في الحياه، في الدراسه، في كل شيء. بتخلق منه شخصيه سويه، شخص بيعتمد على عقله والتفكير، وده محتاجينه جدا. لانه الطفل لما بيتعود من الصغر على انه يدير عقله، نعمه العقل اللي وهبها لنا ربنا سبحانه وتعالى، لما بيكبر ما بيخليش اي حد ياثر على طريقه تفكيره، على قيمه، على مبادئه، على اخلاقياته، على قربه العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. على فكره هو ده الفرق ما بين المدارس العربيه والمدارس الاوروبيه او الامريكيه، وخصوصا في مراحل الطفوله اللي هي في بدايه ابتدائي. احنا عندنا مثلا ممكن تلاقي حد بره عندهم مثلا حصه ساينس، فاحنا طالعين بره المدرسه مش قاعدين في المدرسه، ما رايحين نبص على حيوانات، غابات، ممكن تلاقيهم ماسكين دود في ايديهم وحشرات وبيبصوا يعني على الطبيعه. طبعا احنا كده لو جه ابننا يمسك حشره لا نظري لا يعني مفيش تعليم. على فكره لو انا فضلت اطبق مدى حياتي هو اللي هو جوه كلاس وانت لازم تقعد هنا ولازم تسمع ودي البورد ودي الكلام ده، احنا لازم نطلع بقى بره الصندوق. لازم نبتدي نبتكر، نعمل اساليب ابتكاريه، لان الجيل ده جيل مختلف مش زينا. احنا ممكن التكنولوجيا الحديثه تساعدنا على كده، واطفالنا بيجيدوا التكنولوجيا الحديثه. الكتاب اللي فيه الصور المرسومه، وبعدين بتدوريه باسطوانه صغيره بتسمعي الساوند بتاع الكلمه بتاع الصوره بتاع الحاجات. الناس بره بتتطور، احنا ما ينفعش افضل زي ما انا معتمده على الكتب الدراسيه بتاعه الوزاره والكتب الخارجيه اللي بننزل نشتريها قبل العام الدراسي، عشان اول العام الدراسي مش بتلاقيها. طب انا ليه احتاج كتب خارجيه؟ ما انا كتاب المدرسه المفروض يكفي. وكتاب المدرسه شكله ايه؟ تطوير كتاب المدرسه. هل هو بالنسبه للطفوله المبكره الالوان، الشكل، الحجم، حجمه قد ايه؟ فكل ما كان حاجه قليله وينزل بشنطه قد كده وينزل ما اعرفش ايه وشايل ايه وبتاع. طب ما انا كده بخليه، معلش المدرسه دي سيئه.
لان بتتعب لي ظهري، المدرسه دي وحشه، اصلي بذاكر طول ما انا قاعد، المدرسه دي اصلا انا عن نفسي اقعد اتفرج شويه او العب شويه، بس عندي مثلا واجبات واجبات واجبات. لا على فكره المفروض الطفل في المراحل العمريه الاولى لحد ثالثه ابتدائي ما فيش حاجه اسمها واجب، ما فيش حاجه اسمها واجب، انا رايح المدرسه اتعلم وافهم واغير واروح البيت، خلاص انا كده خلصت. واخده بالك؟ لان انا برهقه من البدايه في واجبات وتعالى وده خلصنا الواجب، وبعدين في اطفال بتخلط الواجب شيء والمذاكره شيء تاني. يعني انا ممكن اعمل الواجب في نص ساعه، بس مش معنى كده ان انا كده خلصت. لا، الواجب شيء، وان انا اذاكر وافهم المعلومه واستوعب المعلومه ونمثل المعلومه عشان تثبت وترسخ في عقول اطفالنا، هو ده المطلوب. ايوه. لكن ده بقى في طلبه، يعني انا بشوف بعض من المدرسين بقى حقيقي، يعني بقعد اسمعهم تحسي انها بتتكلم مثلا في الاستوديو ومش عارفه اكنها عايشه الحدث، فبالتالي تطلع لما بتيجي تقولي لها عملتي ايه تقول لك نفس اللي الميس كانت بتقوله. أيوة. لكن انا برضو مش عايزه المدرس التقليدي، يعني انا عايزه اخرج خلاص بره الصندوق، لان خلاص احنا مشينا سنين كتيره قوي على حاجات يعني هي ثابته. لا خلاص الجيل ده مش بتاع الحاجه الثابته، الجيل ده بتاعت ان السنه دي يبقى عندي منهج دراسي السنه الجايه شكله مختلف عشان يواكب المرحله اللي جايه. لان احنا زمان على ايامينا كنت تسمعي ما بين الجيل والجيل 10 سنين. لا هو دلوقتي انت ما بين الطفل اللي بتخلفيه، ما بين الطفل الاول والطفل الثاني سنتين انت اتنقلتي لجيل ثاني، لان الطفل ده خلاص يعني الاجيال بتختلف. العقليه دي اذا انا كوزاره التعليم ما ابتديتش اواكبها بمنهج دراسي يواكب التطورات العقليه بتاعه الطفل اللي قاعد شغله كله على النت وشغله كله خلاص بقى بالايباد، لازم انا اواكب ده. لازم اديله حلو قوي. ليه كده اطلع المكتبه، افتح النت وطلع معلومه من صغره، روح اللي هيروح في حته ويتصور ويجيب لي معلومات عن كذا كذا كذا. هي دي الدرجات بتاعتها، مش ان انا هتدخل امتحان ميد تيرم امتحان الفاينل ليك اعمال سنه. لا ده احنا يعني دي حاجات ما بقللش من قيمتها، بس ما تبقاش الاساس الحكم على الطالب. وبعدين انا عايزه كمان الفت نظر وزاره التربيه والتعليم للناس بقى المبدعين، الاطفال المبدع من صغره. احنا دورنا ايه؟ يعني الوزاره بتعمل تبني المبدعين في كل المجالات. لانك انت ممكن تطلعي دكاتره وتطلعي مهندسين وتطلعي ناس عباقره قبل ما يوصلوا مرحله التعليم، يعني قبل ما يوصلوا مرحله الجامعه. يبقى عنده بقى ابتكاري، واحد بيخترع شيء حتى لو بسيط. انا اديله بقى ده طفل متميز، الطفل المتميز ده يبقى له مكافاه من المدرسه، يبقى له مكافاه من وزاره التعليم، ولو بسيطه، ولو هديه رمزيه، ولو شهاده هياخدها، بس يحس ان انا في دعم ايجابي، انا يعني حد حاسس باللي انا بعمله. لكن احنا عندنا بتعمل كذا بتسوي كذا، لا ده احنا عندنا حصه مثلا جغرافيا مش مهم الالعاب الرياضيه، عندنا حصه ماث مش مهم عندنا الموسيقى. لا ليه حاجه تيجي على حساب حاجه؟ دي هي ممارسه الانشطه هتحببنا في المواد الدراسيه وفي المدرسه، وبعدين بتطلع طاقه من عنده وتزود تفوقنا. بالظبط. الحقيقه حضرتك قلتي كلام مهم جدا. انا بتمنى ان المسؤولين في وزاره التربيه والتعليم يكونوا سمعوا معانا النهارده كلام دكتوره ميسون الفيومي لتطوير العمليه التعليميه، لان مش ممكن نتقدم في اي مجال من المجالات إلا بتطوير التعليم في مصر. الاهتمام بالمدرس، الاهتمام بالأطفال الموهوبين بإبداعاتهم بابتكاراتهم، تشكيل شخصية الطفل من البداية، دي كلها أشياء مهمة جدا. احنا دكتورة ميسون احنا بنقول بنبدأ مرحلة جديدة، بنخطط بطريقة جديدة. إذا يجب ان احنا واحنا بنخطط ناخد قرارات حاسمة في كل الأمور اللي بتؤثر على أجيال المستقبل. عشان يكون في مستقبل أفضل لازم نتكاتف من خلال كل مؤسسات الدولة. أكيد. بتمنى ان كلامك النهارده يكون وصل للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وبندعو وزير التربية والتعليم ان يكون ضيف عندنا في برنامج طعم البيوت اللي بتتابعه كتير من الاسر، ونشوف ازاي هنطور فورا نبدا في تطوير العمليه التعليميه. انا بشكر حضرتك مره ثانيه، ان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى. شكرا دكتوره ميسون الفيومي. ان شاء الله ما زلنا متفائلين بالمستقبل، لكن بنقول في النهايه الاهتمام بالتعليم هو أهم مجال ممكن نهتم به، لأنه حتى في آيات القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. القراءة والاطلاع واستخدام العقل هم طريقنا للوصول لمستقبل أفضل إن شاء الله. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية مركز أحمد لطفي.